إنما البحث في تاريخ الحركة الوهابية، هناك يقف الإنسان عند مصادر. على رأس المصادر الأساسية كتاب عنوان المجد لابن بشر، وتاريخ نجد للحسن بن غنام، وأيضا مؤلفات محمد بن عبد الوهاب وبعض الكتابات العثمانية. هناك ردود وكتابات مضادة ضد الوهابية مهمة، مع أن معظمها شيعي أو 12، إنما كثير منها وصل إلى المغرب، حتى أن أبا القاسم الزاياني في كتاب الترجمانة الكبرى أشار إلى الموهب وإلى مشاكل التي كانت تحدث في المنطقة، وأبو القاسم الزاياني زار المنطقة، وبالتالي نحن أمام مصادر كثيرة ووثائق. وصحيح أن الكتابات المضادة بين قوسين شيعية، لكنها مهمة وفيها مادة كبيرة، مثل صدق الخبر في خوارج القرن الثاني عشر لحسن باشا الحسيني الحجازي، طبع في اللاذقية من دون تاريخ. الحصون المنيعة لمحسن الأمين، السيد محسن الأمين. مخالفة الوهابية للقرآن والسنة لعمر بن عبد السلام، مطبوع سنة 1995 في بيروت. الوهابية في الميزان، له ترجمة عربية وطبع سنة 2006. وهناك مصادر أخرى، وطبعا كتابات فيلبي مهمة جدا.